السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض البوريك أو صوابع الجلاش باللحمة المفرومة. حاجة كده بتنزل على قلبك، ترطب عليه. أنا دي بتنزل على قلبي، بموت فيها، وكل حد بيدوقها من إيدي بيعشقها. تنفع في العزومات، احنا كل سنة وانتم طيبين داخلين على عيد. تنفع العيد بحشوة اقتصادية 100%. حاجة كده كما يقول الكتاب. حابين تسموها بوريك تركي، حابين تسموها صوابع جلاش، حابين تسموها جلاش باللحمة المفرومة، زي ما تحبوا. اختلفت الأسماء والطعم واحد. أهم حاجة عندنا الطعم. نبتدي مع بعض نعملها، ويلا بينا. أنا هنا عندي 100 جرام لحمة مفرومة. حطيت معلقة زيت بسيطة، أنا ما بزودش الزيت عشان اللحمة هتنزل دهن، ما تبقاش دسمة زيادة عن اللزوم. حطيت معلقة زيت ونزلت 100 جرام بتاع اللحمة بتاعتي. عايزة اللون يتغير معانا، وأول لما اللون يتغير معانا هننزل معانا بالمكونات. هي بتبقى تحاولي بالمعلقة كده تفرنطي اللحمة، تخليها مفرنطة، ما تبقاش معجنة مع بعض. وحطيت عندي هنا بصلة كبيرة مبشورة، هقلبها مع اللحمة المفرومة. أنا ما حطيتش دهون، مش هحط دهون خالص، معلقة الزيت وبس على كده. وهقلب البصلة مع اللحمة المفرومة. كده انا البصلة معايا اتقلبت واندمجوا كويس. عندي بتنجانية صغيرة مبشورة. ما تقلقوش يا جماعة، البتنجان طعمه مش بيبان والله. دي حشوة اقتصادية، لو انتي مش حابة تحطيها براحتك، بس والله ما بانت. طعم اللحمة والتوابل غطى على طعم البتنجان. هنا انا بدي البتنجان مع البصل واللحمه تقليبه بحيث يندمجوا مع بعض يبقوا واحد. وعندي بشره جزرايه كبيره حلوه كده، بشرها بشر متوسط، مش ناعم قوي ومش خشن، عشان تدبل معايا. انا عايزاها تبقى كأنها مش موجوده. ولو عندك فلفل رومي حطي فلفل رومي، بيبقى تحفه كمان، بس انا ما كانش عندي. هنقلب الجزر مع كل المكونات مع بعض لحد ما يبتدوا يتبالوا معانا. هنبتدي نحط البهارات. عندي ربع معلقة فلفل، عندي السبع بهارات معلقة كبيرة ممسوحة، معلقة الشاي. وعندي قدهم بابريكا مدخنة، والملح طبعا بتاعنا. قلبنا كل ده مع بعضه. طبعا بهارات اللحمة او السبع بهارات دي اللي بتضيع لك طعم البتنجان والجزر، وبتظهر طعم اللحمة اكتر. بنقلبهم مع بعض كويس لحد ما استووا وخلاص خلصوا معانا. نبتدي نجهز الجلاش بتاعنا. انا هنا عندي نص لف الجلاش، نص كيلو يعني. والخليط بتاعي معلقة سمنة والباقي زيت على فكرة، ولا بحط بيض ولا لبن ولا الحاجات دي. اقتصادية بقول لكم 100%، يعني اي حد هيعملها ان شاء الله. ببتدي ان انا ادهن الورقة بتاعتي بالخليط دوت. ويا جماعة بيورق الجلاش، بيورق طالما انت حاطة دهون، مش محتاجة بيكنج باودر. صدقوني مع الدهون اللي انت بتحطيها، طبقات السمنة مع الزيت ده بيخليها يورق، يفصل بينهم وبين بعض. بس اهم حاجة تدهني بين كل ورقة والتانية. انا حطيت الورقة الاولانية ودهنتها، وحطيت التانية فوقيها ودهنتها، والتالتة بقى هنجيبها مع بعض اهو. حطينا التالتة مع بعض اهو، وهنبتدي ان احنا نحط الحشو بتاعنا. عندك جبنة حط جبنة. انا حطيت الحشو بتاعي، وعلى فكرة بيبان، يعني انت مفكرة ان الحشو قليل، لا انا حاطة حشو حلو. ما تكتريش الحشو. حطي جبنة لو عندك جبنة موتزاريلا، بس احنا عاملينها اقتصادية، فطبعا مش هنحط اجبان. هنا انا عملت واحدة وهعمل معاكم واحدة كمان. اهم حاجة تلفيها رول كده. هنعمل واحدة كمان مع بعض. دهنت الورقة الاولانية، وهجيب الورقة التانية. عندك لو عندك ورق من المقطع حطيه في النص، اهم حاجة الورقة اللي من تحت هي اللي تبقى سليمة. الباقي بعد كده عادي ان هو يبقى مقطع، مفيش مشكلة، لان مش هيبقى باين. هنا هبتدي ان انا حطيت، كان عندي الورق في ورق مقطع جبته وحطيته في النص. عملتها، حطيت حتة والحتة التانية ظبطت، يعني اهم حاجة تبقى ورقة كاملة. ودهنتها معايا.
علشان نورق الجلاش مع بعض. هجيب الطبقة التالتة، حابة تقليلي الجلاش ممكن تعمليهم ورقتين، بس انا بحب طعم الجلاش على فكرة، بيبقى طعمه جميل قوي قوي مع السمنة والزيت والخلطة دي. والخطوة اللي هنعملها بعد كده بتخلي طعمه تحفة. هنا انا حطيت الورقة التالتة، وهبتدي ان انا احط الحشو بتاعي. حابة تحطي كمان في الحشو زيتون، ممكن تحطي زيتون، بس انا ما كنتش عايزاها تبقى حادقة يعني. هنا انا خلصت كل النص كيلو جلاش بتاعي ولفيتهم كلهم رول زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا ادهن. على فكرة ما خلصش عندي معلقة السمنة، ما خلصتش. يعني معلقة السمنة بالزيت اللي انا حطيتهم ما خلصتش، زي ما انتوا شايفين متبقي منها كتير. فطبعا دهنت منها عشان من فوق الوش عشان هقطعهم. هقطعهم بالسكينة كده عشان يبقوا رول. اهم حاجة تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن، لان لو قطعتيه بعد كده القرمشة اللي هتبقى هتتكسر وهيبقى مش حلو. اعذروني ان انا ماسكة بايدي، بس يعني احنا طبعا غاسلين ايدينا كويس وضامنين النظافة بتاعت ايدينا، لان احنا بنطبخ لاهل بيتنا ولنفسنا، فطبعا لازم النظافة. يا جماعة والجوانتيات الشيفات اللي بيلبسوها، لان هما مش زينا في المطبخ بتاعنا نغسل ايدينا على طول. الجوانتي برضو ما بيخليكيش تحسي بالحاجة. هنا انا قطعتهم فرنطتهم عن بعض بعيد عن بعض، بحيث ان ما يبقى اضمن ان هما مش لازقين في بعض عشان ما اضطرش ان انا اقطع. دخلتها الفرن بتاعتي على درجة حرارة 200، لازم يكون عالي. قعدت معايا 10 دقايق لربع ساعة وطلعتها. كان عندي شوربة، اي نوع شوربة بقى انت تحبيها، فراخ، بط، كوارع، اللي موجودة عندك، لحمة راس، اي شوربة موجودة عندك حطيها. وبحط بسقيها من الشوربة، وبقوم مدخلاها تاني الفرن لحد ما تاخد اللون اللي انت عايزاه. انا ما بحبهاش متحمرة اكتر من كده. خرجت معايا وزي ما انتوا شايفين والله طعمها في منتهى الجمال، تحفة بجد. انا بكلمكم بامانه، انا صايمه واحنا داخلين في ايام فضيله، وانا ما بحبش الكذب. جميله، طعمها كان جميل جدا جدا، مقرمشه كده، والحشوه مش باين فيها خالص اي حاجه من اللي انا بقول لكم عليها. حتى الجزر مش باين الطعم خالص، محدش اخد باله. كان طعمها جميل واقتصاديه، لان احنا ظروفنا الاقتصاديه صعبه، وطبعا عارفين إن اللحوم غالي، داخلين على ايام فضيله. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى الوصفة تعجبكم، وأتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.